في عودة لمربع الاستنزاف والصراعات التي لا نهاية لها بسيناريو الانقلاب العسكري في إفريقيا آخرها النيجر، ينحصر رد الاتحاد الإفريقي هذه المرة على التنديد فقط، في صورة تطرح إشكالية مرء الاتحاد من كل ما يحدث. يعتمد كثير الاتحاد الافريقي في مواقفه على مجلس السلم والامن الافريقي، ومجلس السلم والامن الافريقي اجتمع وامهل السلطات الانقلابيه في النيجر مهله اسبوعين، وربما تحركاته تكون متسقه مع تحركات الايكواس، وانما ادواره هي متسقه دائما مع تحركات التكتلات الاقليميه. لذا اتوقع انه سيكون هنالك دور متسق مع هذه الادوار، ربما تكون اجراءات عقوبيه، تجميد العقوبات. تداخل الأزمات في القارة الإفريقية بعيدا عن الشرعية الدستورية قدمت تحولات مست جميع الأبعاد الأمنية، السياسية والإنسانية، بتأثيرها على الشعوب وتداعياتها الإقليمية والدولية التي من شأنها أن تكسر حلم النماء والبناء. أفريقيا هي مقبلة على ساحة تنافس إقليمي دولي كبيرة جدا، لذا أتوقع أن هذه الانقلابات وهذا التنافس لن يقف وإنما سيستمر، وتداعياته على المستوى الإقليمي والدولي سيؤطر للصراع وسيجعل القارة الأفريقية حلقة أو مسرح للصراع بين القوى الإقليمية والدولية، ومما ينعكس سلبا على أمن واستقرار القارة الأفريقية. لا تكاد تنطفئ نيران بلد إفريقي حتى تشتعل أخرى بعوامل داخلية وخارجية تحت مصطلح التدافع الجديد لإفريقيا، كتجميل لمصطلح الاستعمار، لتدخل بلدان الانقلاب مرحلة جديدة أشبه بالحرب الباردة.